هل محمد دياب وفى بعض ان احنا هنشوف محمد رمضان غير في الفيلم ده؟ هنشوف في مراجعة فيلم أسد للمخرج محمد دياب، ومن تأليف خالد شيرين ومحمد دياب، ومن بطولة محمد رمضان ورزان جمال. حكاية الفيلم في الحقبة العباسية في 1800 وحاجة يعني، وقائد العبيد أسد اللي بيثور عشان ياخد حريته. من أول الحاجات اللي عجبتني في الفيلم السينماتوجرافي الجامدة فشخ اللي في الفيلم، من أحسن السينماتوجرافي اللي أنا شفتها. وبمناسبة السؤال اللي في الأول هجاوبه دلوقتي، هو ولا شفنا محمد رمضان غير وشفنا بنفس الوقت محمد رمضان برضه، يعني ده احسن دور لمحمد رمضان. اتسحل اتشنق عمل كل حاجه، بس في نفس الوقت التمثيل ده بالنسبه لممثل تاني كان ممكن نقول عليه عادي اصلا. بس اختيار محمد دياب جاي من الشهره بعد كده التمثيل، عشان عارف ان الفيلم دوت يعني ما انت ممكن تعمل اوديشن وتجيب 200 مليون ممثل تجربهم وتشوف وتنقي احسن ممثل في مصر، بس انت عايز ممثل يبيع الفيلم. وهنشوف بعدين الفيلم اتباع ازاي اصلا. يعني مثلا لو الفيلم ده باسر ياسين كان ممكن يبقى حاجه تانية. نرجع للفيلم. الفيلم فيه خط سياسي انا مش عايز اتكلم فيه، فعشان ما تشوفونيش بكره انا ومحمد ياف في السوسره. فنشوف الخط اللي بعده. الفيلم ملوش دعوه بجانجو انشيند لا من قريب ولا من بعيد، والثامنيل بتاعت الفيديو دوت هي بس هزار، عشان شفت ناس كتيره بتقارنه بجانجو انشيند واللي هو ده احسن من جانجو انشيند. بس هو القصه وكل حاجه وحتى الشخصيه مش شبه جانجو خالص، مش شبه جانجو خالص. وبمناسبة إن ماجد الكدواني في الفيلم، إحنا مستنيين الأستاذ يحيى الفخراني اللي خلاص ما بقاش اسمه يحيى الفخراني بقى اسمه الملك لير، يعمل لنا حكاية محمد علي. فلو ينفع ماجد الكدواني يعملها رمضان الجاي هكون شاكر جدا والله. نيجي بقى للفيلم اللي تم إنتاجه ب 400 مليون جنيه، اللي بيجيب إيرادات كام في مصر؟ 80 مليون جنيه، ويجيب بره مصر 120، يعني 200 مليون جنيه. واي فيلم عشان ينجح لازم يجيب ضعف انتاجه، يعني ب 100 مليون يجيب 200 مليون عشان يكسب، ولازم يجيب بعده اصلا عشان يصرف المصاريف اللي حوالين الفيلم، الدعاية، الحاجات اللي حوالين الفيلم. بس للاسف الجمهور هنا مش بيحب النوع ده من الافلام، مع ان ده فيلم تجاري جدا بكل الكليشيهات، بس كليشيهات معمولة صح. بس في كليشيهات الأب اللي بيدور على ابنه، يعني كليشيهات موجودة في، يعني لو الفيلم ده اتعرض في البرازيل الناس هتحبه. سؤال الحلقة بقى ايه رأيكم؟ يوتيوبر. سؤال الحلقة النهاردة هو ترتيب. هترتب 3 أفلام وأنت تقول ترتيبك في التعليقات، يعني لو في حد اتفرج وحد علق أصلا. أنا ترتيبي لأحسن فيلم من نوع فيلم أسد في آخر 20 سنة هو فيلم أسد، فيلمين الكنز، وفيلم كيرة والجن. شوف أنت بقى ترتيبك، وبس كده. سلام.